السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. النهاردة بقى جاي لكم في يوم جديد وفيديو جديد، ويمكن كده ان شاء الله يكون سعيد بإذن الله، وربنا يحقق لكم كل اللي تتمنوه، ويديكم الصحة والعافية وطولة العمر يا رب. النهاردة طبعا زي ما انتم شايفين بقى جايبين النهاردة بيتزا، عاملين بيتزا مع بعض النهاردة بقى ان شاء الله. هعمل لكم النهاردة بيتزا بطريقة سهلة وبسيطة، ومقاديرها زي ما انتم شايفين كده سهلة خالص. طبعا اول حاجة ان احنا هنفضي كيس خميرة فورية في حوالي 3/4 كده مج يعني مية. طبعا الخميرة احنا طبعا بنعملها الاول ونركنها على جنب كده على ما نجهز بقى الدقيق بتاعنا وكده. انا معايا الدقيق بتاعي، انا عاملة حوالي كيلو دقيق. طبعا انا بنخله الاول. انتوا عارفين طبعا النخيل ده اهم مرحلة. فبننخل الدقيق بتاعنا ونجهزه كده. بتكون الخميرة بقى اتفعلت. طبعا احنا بنحط الخميرة مع المية مع معلقة سكر كده مع بعضه لحد ما تتفاعل كده، وبعدين ننزل بقى بيها على الدقيق. معايا هنا حوالي معلقتين كبار خل. طبعا زي ما انتوا عارفين الخل بيدي نتيجة حلوة جدا للعجينة بتاعتنا، يعني اي معجنات بنحب نحط عليها خل بتديها طراوة كده وليونة حلوة يعني. هنزل بقى بنص معلقة ملح صغيرة كده. هبدأ بقى اقلب الخميرة مع الدقيق كده مع بعضها. بعد كده بقى المية هنزل بيها بقى طبعا تدريجيا كده بالمية. طبعا انا هنزل بكمية المية اللي هتبقى مناسبة على حسب نوع الدقيق بتاعي. طبعا انا هعجنها عجينة كده بحيث ان هي ايه تبقى يعني العجينة بتاعتها تبقى حلوة يعني متماسكة، ما تبقاش طرية او للدرجة. هنزل بقى هنا معايا هنا زعتر. الزعتر طبعا زي ما انتوا عارفين بيدي للبيتزا بتاعتنا طعم حلو جدا. في ناس ما بتحطوش في العجينة، بس انا بحب ادخله في العجينة. بيديها بقى في النهاية في المعجنات ده بيبقى طعمه حلو جدا. طبعا عجنت العجينة بتاعتي زي ما انتوا شايفين. هدهنها بقى كده، هدهنوشها كده زيت، رشة زيت كده خفيفة، وبعدين هغطيها بقى بستريتش او اي حاجة عندي او فوطة او حاجة، بحيث ان هي ايه اضمن ان هي بقت خلاص كده تمام، مقفل عليها كويس بحيث ان هي تخمر ما تاخدش معايا وقت. طبعا العجينة بتاعتي اهي قفلت عليها، وهسيبها بقى حوالي نص ساعة على حسب يعني. طبعا احنا في الجو الحر ده ما بتكملش نص ساعة وبتخمر على طول. هبدأ بقى اجهز الحشوة بتاعتي. الحشوة بتاعتي طبعا هجهزها زي ما انا حابة، يعني انتوا عارفين البيتزا ليها حشوات كتير جدا، فكل واحدة على حسب المتاح عنده. انا طبعا كان عندي صدر فرخة كده كبير ما شاء الله في التلاجة، فيعني نفعني بصراحة في الوقت ده، ووفر عليا برضو كتير، لان طبعا انتوا عارفين ان البيتزا عشان تعملي بيتزا برضو بتبقى مكلفة شوية، بس مهما كانت مكلفة بتديكي يعني بيتزا كتير، يعني بتعملي كمية بيتزا كتيرة، وفي نفس الوقت طعمها بيبقى حلو جدا، وحاجة انت عاملاها في البيت وعاملاها بايدك وضامنة نظافتها. فطبعا الفرخة دي انا كان عندي ما شاء الله فرخة كبيرة، فاخدت الصدر بتاعها. طبعا احنا بنربي برضو فراخ عندنا في البيت وكده، فالفراخ طبعا لما بيكون عندك في البيت بتبقى متوفرة، فبتسهل عليك ان انت تنوعي اكلات كتير ووصفات كتير. فطبعا بقى انا قطعت صدر الفرخة، وبدأت اقطع برضو في البصل زي ما انتوا شايفين كده. البصل طبعا بنقطعه جوانح كده بسيطة، يعني ما بنكبرهاش قوي قوي، يعني هي كبيرة برضو، بس ايه اللي بتنزل بقى في الزيت بتدبل وكده يعني. فانا بقطعها حجم متوسط زي ما انتوا شايفين كده، بقطعها جوانح وارجع اعيد عليها تاني ايه تقطيعة خفيفة كده. معايا طبعا فلفل الوان. الفلفل الالوان ده لما بنعمل فراخ طبعا ما فيش غنى عن الفلفل الالوان، طبعا بيديها اصلا منظر وشكل حلو جدا، لان انتوا عارفين ولادنا بيحبوا الحاجات اللي هي فيها الوانات كتيره كده مختلفه، بتشجعهم على الاكل برضو وبتفتح نفسهم، وفي نفس الوقت حاجه برضو مكمل غذائي مع الفراخ بقى، والبصل والفلفل والكلام ده كله بيديها طعم حلو جدا وقيمه غذائيه برضو اعلى. انا بقى طبعا بقطع معايا الفلفل، اقطع بقى كميه الفلفل دي كلها، بقطعها برضو تقطيعة يعني مناسبة، مش كبيرة اوي للدرجة، يعني برضو متوسطة كده. ومعايا برضو هنا قرن شط برضو اقطعهم معاهم، يديهم برضو طعم وريحة حلوة. يعني احنا عامة بنحب الحشوات بتبقى يعني ايه اللي احنا بنحبها، يعني عامة فراخ، يعني حشوة الفراخ او الجبن، يعني ما بنحبش اي حشوات تانية للبيتزا غير كده. يعني في ناس طبعا بتعملها بالتونة وحاجات تانية كتيرة، بس احنا عامة يعني، والجمبري برضو بنحب الجمبري، يعني بكون بالجمبري برضو بنحبها.
دي اكتر حاجة بنحبها، يعني الفراخ او الجمبري او الجبنة، بيبقى طعمهم يعني بالنسبة لنا حلو. يعني احنا بنرتاح في الطعوم دي عامة يعني. كل واحد ليه طبعا ذوق بقى، وليه حاجة معينة كده بيحبها فبيعملها تبع الحشوة اللي انتوا بتحبوها واللي ولادك يحبوها برضو بتعملها لهم، بحيث ان هو تغيير وتنويع يعني. طبعا بقى انا خلصت الكمية اللي معايا، قطعت كمية الفراخ، صدر الفرخة اللي كان معايا قطعته بالشكل ده، وقطعت البصل، ومعايا هنا برضو الفلفل الالوان قطعته كله على بعضه، ومعايا هنا البهارات بتاعتي. البهارات بقى على حسب ما انت حابة بقى، فلفل، كمون، بهارات فراخ، 7 بهارات كده يعني، زي ما انت حابة تحطي يعني. ومعايا برضو الملح. طبعا بقى هبدأ اجهز الحشوة بتاعتي اللي هي حشوة الفراخ. هبدأ بقى ان انا انزل بشوية زيت كده في الطاسة. طبعا انا مشغلة النار يعني. طبعا حطيت بقى شوية زيت في الطاسة كده. هنزل بقى اول حاجة هنزل بالبصل. في ناس بتنزل بالفراخ الاول، بس انا عامه بحب دايما انزل بالبصل بحيث ان هو يدبل شويه، ما يبقاش معايا يعني ايه صحي كده لسه، لا لما بيدبل شويه كده بيبقى احسن يعني، وبيديكي برضو طعم احلى شويه. فانا نزلت هنا بالبصل، وهبدا ان انا بقى اقلب فيه كده ايه تقليبه كده، مره ولا مره كده، لحد ما ايه ما احس ان هو خلاص دبل معايا شويه، او دخل على ان هو لونه يصفر حبه ويغير لون يعني كده، بيبقى كده تمام بالنسبه ليا كويس جدا. ده طبعا شكله بعد ما وصل للمرحلة دي، قلبت فيه شوية كده ما وصل لكده، يعني هو ده الشكل النهائي بتاع البصل يعني، كويس جدا كده، مش محتاج اي حاجة تانية خالص. هبدأ بقى في المرحلة دي ان انا انزل بصدور الفراخ اللي انا مقطعاها، هنزل مباشر على البصل. معايا صدور الفراخ زي ما انتم شايفين كده، هنزل بيها كلها. هقلبها بقى مع البصل كده، اديها صدمة مع البصل. اهم حاجة في الوقت ده تكون النار عالية، بحيث ان الفراخ ما تنزلش ميتها، يعني تاخد صدمة على طول، ما تنزلش اي مية خالص. كده معايا بقى الفراخ بعد ما اتشوحت شوية بقت بالشكل ده. هي خلاص كده يعتبر داخله بقى على سوا خلاص، لان طبعا انتوا عارفين الفراخ ما بتاخدش وقت خالص في المرحله دي، بتستوي على طول، لان هي بتبقى متقطعه قطع صغيره يعني. هنزل بقى بالبهارات بتاعتي. هقلب بقى البهارات مع الملح مع الفراخ بقى مع بعضه، كله كده مع بعضه. انا بحب احط البهارات في المرحله دي بحيث ان هي تتشوح مع البصل كده والفراخ، وتديني بقى ريحه البهارات تبدا تطلع كده معايا. والمرحله الاخيره بقى ان انا هنزل بفلفل الالوان، يا دوب ان هو يدبل بس معايا، مش اكتر، مش هطول عليه يعني، بحيث ان هو يفضل محتفظ بالالوان بتاعته الجميله دي، اللي هي الالوان اللي هي بتشد ولادنا كده ليها يعني، تبقى بصراحه شكلها حلو جدا. حتى الاولاد ما بيستنوش ان انتي اصلا تعملي بيها وصفه تانية يعني، هما بصراحه بيحبوا ياكلوها كده مباشر على طول وهي على النار يعني. فطبعا وانتي شغاله كده هتلاقي كذا حد بقى يقولك اعملي سندوتش، اعملي مش عارفه حته صغيره كده في لقمه مش عارف ايه. انتوا عارفين طبعا بقى الاطفال بيحبوا الحاجات دي جدا، فاعملي حسابك بقى يعني، وزودي حبه حلوين كده. معايا طبعا العجينه بتاعتي شكلها بعد ما خمرت اهي، ملت الطبق خالص. طبعا كده بقى انا فرغت الهواء منها خلاص كده، ايه بقت حلوه قوي وخمرانه، والملبس بتاعها برضو ناعم وجميل. هبدا بقى ان انا افردها في الصواني بتاعتي. معايا ما شاء الله، انا معايا ده دي صينيه دي، المفروض الصينيه دي اصلا صينيه عشاء اساسا، بس هي متوسطه يعني صغيره يعني مش كبيره. فردت عليها اول واحده. معايا الصلصه بتاعتي بقى ديك، انا كنت مجهزاها، كنت ضربه طماطم في الخلاط ومسبكاها على البوتاجاز. هنزل بقى هنا عليها بشوية زيت، ومعايا بقى البهارات بتاعتي، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، معايا ملح. هنزل بيهم بقى كده على الصلصة بتاعتي، واقلبهم مع بعض تقليبة كده. هقلب بقى الصلصة كده مع بعضيها.
طبعا أنا ما حطيتش زعتر في المرحله دي، المفروض كنت احط زعتر بس اصلا نسيت احط الزعتر. يعني هي كده كده العجينه فيها زعتر، بس انا هبقى ارش بقى على وش الخلطه دي كلها في النهايه كده الزعتر. انا كده وزعت بقى ايه الفراخ بتاعتي على وش الصينيه زي ما انتم شايفين، بقت بالشكل الجميل ده. بصراحه شكلها اصلا يعني من قبل ما تستوي كمان يعني يفتح النفس. هنزل بقى بشويه زيتون كده على الوش. طبعا انتوا عارفين الزيتون ده من الاساسيات بتاع البيتزا، يعني ده اهم حاجه في الموضوع يعني. هوزع بقى الجبنه برضو الموتزاريلا كده على الوش برضو. طبعا بقى الجبنه يعني زي ما تقدري تحطي بقى حطي، يعني حطي جبنه كتير، يعني الجبنه بتديها طبعا طعم جميل جدا. دي حاجه اساسيه في البيتزا، يعني كل ما بتكتري الجبنه بيبقى طعمها حلو جدا. فاحنا كده وزعنا بقى الجبن على الوش اهي. طبعا احنا خلصنا كده ما شاء الله. الكيلو عمل لي 3 بيتزات، واحده كبيره واتنين متوسطين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله ده شكلها بعد ما طلعت من الفرن بقى شكلها بصراحه يعني حاجه كده مغريه جدا. بس بصراحة بقى المقطع اللي انا كنت بقطعها فيه ده يعني راح مني، ما اتحفظش على التليفون لان مساحة التليفون كانت اتملت، فما اتحفظش على التليفون. فده نهاية بقى الفيديو بتاعنا. دي بيتزاية دي بالجبن، دي بيتزا بالجبن، وعملت 2 بالفراخ، يعني 2 ما شاء الله كبار بالفراخ وواحدة بالجبن، عشان احنا بنحب برضو بالجبن بيبقى طعمها حلو جدا. ويا رب تكون بقى البيتزا بتاعتنا عجبتكم النهارده. اهم حاجة بقى ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناة. ويا رب كده الفيديو بتاعنا يكون خفيف عليكم، ونشوفكم دايما بقى في فيديوهات تانية كتير واحلى 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 عيلة واحلى ناس. وشكرا لكم على اي حد دعمني واي حد كتب لي كومنت حلو ودعوة حلوة. شكرا لكم جميعا، واشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير، ومع السلامة.